مش انا عامل دايت اهو، بس دي يا نهار قدامها اي نظام غذائي في العالم. طيب من كام يوم كده وانا قاعده حلوه مع الشباب، واحد صاحبنا كده دخل علينا بدون ذكر اسماء، اسمه رعد. دخل علينا وفي ايديه العلبه الحلوه دي، ودي كوكي لافا من براند جديد لسه فاتح في مدينه نصر اسمه جوزه وبراد، وده براند فلسطيني لسه جاي من فلسطين وتحديدا من غزه، بيعمل ديزرت وايس كريم وكوكيز وقهوه ووافل وميني بانكيكس وكل الحاجات الحلوه. بس دي بالذات وتحديدا من يوم ما اكلتها وانا ما قدرتش حرفيا ابطلها. اسمها كوكي لافا، سعرها 175 جنيه، في منها بالميلك شوكليت وفي بالبيستاشيو. انا جبت بالميلك شوكليت، بتتعمل تقريبا في 10 دقائق مش اكتر، وبتطلع سخنه وملهلبه زي ما انتم شايفين كده. يعني بصراحه انا من ساعه ما جربتها وانا مش قادر ابطلها. حلوه حلاوه مش طبيعيه. مش انا عامل دايت اهو، بس دي يا نهار قدامها اي نظام غذائي في العالم. بجد والله حلوه بشكل انتوا مش متخيلينه. الكوكيز حلوه قوي، الميلك شوكليت بتاعتهم نظيفه جدا، مش حاجه مسكره كده وخلاص. هي ممكن تكون تقيله شويه، الناس اللي بتحب السكريات قوي هيحسوا ان هي بتلكمهم او تقيله حبتين عشان هي سكرها زياده شويه، بس بالنسبه لي هي خطيره خطيره خطيره. اجي اكلها كل يوم ومش مهم الدايت. هي بتبظ الشوكولاته من كل حته. يعني بص، انا قليل قوي لما اكون بتكلم عن حاجه وانا متحمس كده، بس هي فعلا تستاهل كل جنيه انا دفعته فيها. بجد لازم تجربوها عشان هي حلوه قوي. وسيبوا لي بقى اكمل اكلي فيها عشان انا هقضي عليها دلوقتي، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه حاجات احلى كمان وكمان بكتير.